ولذلك الرقى كما ذكرتم شيخنا أمرها إن شاء الله تبارك وتعالى سهل. الإنسان يتوكل على الله تبارك وتعالى ويقبل على الله عز وجل بنية خالصة ويرقي في الماء أو في الزيت. وطريقة الرقية هذه علبة ماء مثلا، يأتي بعلبة الماء هذه فيقرأ على الماء مثلا يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ويستحب له أن يتفل بغير تفل، أن ينسف في الماء، فيقول لك الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، ويأتي بالفاتحة ويأتي بالمعوذات ويأتي بآية الكرسي ويأتي بسورة الإخلاص أيضا، ويأتي ببعض آيات الشفاء مثلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. طبعا هو يوقن أن الشفاء من عند الله عز وجل، والقرآن هو صفة لله كلامه سبحانه وتعالى. ولهذا لما فقه هذا كان إبراهيم عليه السلام يقول قال فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين. كثير من الحالات شيخنا الفاضل ممن قد ألم به المرض يرقي لسنوات وقد لا يأتي، قد لا يكتب الله عز وجل له الشفاء وقد يتأخر عليه الشفاء. نقول ما السبب؟ نقول قد يتعلق القلب بالراقي، يظن أن الشفاء بيد الراقي. الشفاء من عند الله عز وجل، لكن تحتاج يقين، يحتاج إقبال على الله تبارك وتعالى، يحتاج عقيدة صحيحة أن الشفاء بيد الله عز وجل، وأن الضر لا يدفعه إلا الله، وأن الخير لا يأتي به إلا الله، كما قال تبارك وتعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير.